مرحبا. اللي راح أحكيه هو ما له علاقة هو سردية، لكن بالنسبة إلي أنا مقتنعة بكل ما أديته من أداء سياسي بكل تحولاته، قناعة مطلقة. لكل موقع أو موضع كان له مبرراته القوية بالنسبة لي، والآن أنا أعلم لماذا أنا أقف في هذا الموقف المعادي لهذه السلطات بهذا النموذج، أو الرافض لهذه السلطات حتى نكون دقيقات، بهذا النموذج دفاع المستميت عن المدنية، لأني صار عندي قناعة أيضا مطلقة أن الصراع الحالي هو بين المد المدني واستمرار المدنية في المنطقة، وبين بربرية قادرة على ابتلاع كل مكتسبات المنطقة منذ القرون الوسطى وإلى الآن. لأنه إذا نجح هذا المد البربري الهمجي، هو مش مرشح للنجاح فقط في سوريا، هو مرشح لقضم كل مكاسب البشرية اللي حققتها بعد الخلاص من هذا الستار الحديدي الخانق العثماني اللي اليوم مطروح. وإذا الفيديو ما طول رح أشرح شو المشاريع المطروحة وليش العثمانية اليوم تمول كل هذا التمويل كجزء من مشاريع المطروحة على حكومة العالم. حبلش من الحادثة اللي هي أنه ب 2012 ما يزال يعني اليقين الثوري بأعلى مستوياته، لم تدخل في التخبطات السياسية، كل الحماس الثوري محمول على أفكارك على أفكاري بتلك المرحلة. فكنت كاتبة مادة، يعني أنا بالأخير كاتبة، فكنت كاتبة مادة معجبة أو معجبة بقدرتي على تصوير ما كان يؤلمني من تصرفات وأفعال النظام، فقمت بسردة إبان حادثة المطرب اللي طلع على قيد الحياة حاليا. فبيتصادف بأحد المقرات، لأنه كنا بعد مؤتمر القاهرة ب 2012 بشهر تموز 2012، أنا عن نفسي حصلت معي مشكلة، يعني أنه لم أعد متمكنة من العودة إلى داخل سوريا، وبعدين يعني صار علي محكمة إرهاب، وبعدين شملني العفو والمصالحات وأشياء تانية يعني. فبتلك الحقبة يعني حصل حادثة أدت إلى أنه ننطلب بعد مؤتمر، مش بسبب حضور المؤتمر، لا، لأسباب تانية متعلقة بالنشاط اللي له علاقة بنشاط ضمن غوطة دمشق بذاك الوقت وشبابنا الغوطة. فاجتمعت مصادفة، طبعا أول استغرابات كتيرة. أول شيء أنه بالمكتب اللي كان موجود في أحد الأساتذة فوجئت بأنه استقبلوا واحد من الشهود على محكمة رفيق الحريري. فيعني الربط عندي أنه لماذا يتواجد أحد شهود محكمة لرئيس وزراء لبنان السابق في إطار علاقة مع المعارضة السورية، وهذا سؤال برسم التاريخ لسه بنحكي فيه، هذا مو وقته. بعدين في شخص عم نحكي أنه عم نتحدث عن جرائم النظام ومصايب اللي بيعملها بذاك الوقت. طبعا بذاك الوقت أنا بعدين صرت أعتبر ما يحصل في سوريا هو جرائم دولية، فبذاك الوقت عم نتحدث عن هذا الموضوع. فبيعرج على مسألة بقى أنه الشخص على قيد الحياة، وأنه اللي قضى في تلك الحادثة هو شخص سماه عوايني، وأنه هم قاموا بمعاقبته على عواينيته. طبعا أنا بسمع رواية، مش لحظة اللي أنت في قمة الثورية والطهارة الثورية والتفكير الثوري وبتسمع حادثة من هذا النوع، أول شيء بتنتابك الصدمة. اللي حوالي مش متفاجئين وكأنه الموضوع مألوف بيعرفوه. بدي حاول ركز أسأله أفهم منه مخربط ما شو مخربط كذا. المهم اللغة والشخص غير مشجعين. فمباشرة كان في صديق لنا من كبار المعارضين المشهورين، أنا ما رح أذكر اسمه لأني ماني أخذ إذنه على ذكر اسمه بفيديو محتوى لإلي، لكن يعني لو كنت
لكن ما في مشكلة، يعني تغييب الأسماء سببه أني أنا مالي أخذ إذنه على ذكره بهكذا موضوع. الموضوع حساس. فسألته، قلت له يعني شو عم بيصير؟ هذا فلان قال كذا وكذا وكذا. فقال لي إيه صحيح، وذاك المطرب كان موجود في مصر والآن انتقل إلى أحد الدول الأوروبية، سمى لي إياها للدولة الأوروبية. ولو كنت وصلتي قبل بشوي أو حكيتي قبل الأسبوع الماضي كان بالقاهرة. برضو ما اقتنعت رغم احترامي وتقديري للرأي اللي سمعته. قال لي في كتير منه هذا الحكي. فضليت مصدومة. في عندي أنا علاقة كانت تربطني بمجموعة لجان التنسيق المحلية اللي هي متمثلة، مشان ما يطلع لي حدا من لجان التنسيق ويقول لي أنا ما كنت بعرفك. أنا كنت بعرف السيدة رزان زيتوني. رزان زي طبعا هلا عم نتحدث احنا هدول تبع الثورة اليوم عم بدافعوا عن النضالات، ولا بيعرفوا حتى مين رزان، ولا بيعرفوا عن مين عم بحكي، ولا بس بيطلعوا على التلفزيونات كل الناس اللي بتحكي مو على كيفهم بيقولوا له فلو النظام تاع عم يحكوا لما بيعرفوا رزان زيتوني اسم ما بيعرفوا مين هو اصلا. فعم بحكي مع رزان عن طريق وائل حمادة، عم بسألوا لوائل، كان تربطني فيهم صداقات يعني، بالذات لوائل يعني. لرزان الحقيقة ما فتح، كانت هي في الاختباء بذاك الوقت. فعم بحكي مع وائل لأنه وائل كان مرسال اللي يجي لعنا على المناطق اللي كنا موجودين فيها. عم قل له أنا سمعت حادثة كذا وكذا وكذا. فقال لي إيه ضرورات ثورية؟ قلت له عم تمزح يعني؟ طبعا تعرفوا الأخذ والعطاء بهيك حالة الصدمة. قال لي لا، في كمان حادثة تانية، هي الطبيب الحي اللي صورته قناة الجزيرة، اللي على الحد إذا بتذكري الحادثة، أنا ما كتير بذكر الحادثة بس عم بنقل الحديث اللي صار، اللي صورته قناة الجزيرة عند الحاجز اللي عند الأسلاك الشائكة بين تركيا وسوريا، أنه قام النظام بقنصه. هذا بعده على قيد الحياة وهو موجود. قلت له ليش؟ صرت أسأل الأسئلة الطبيعي إنه ليش؟ طب النظام بيرتكب كتير أشياء، ليش هذه الفبركة اللي ممكن تأثر؟ طبعا ما حدا عنده أجوبة على هذا النموذج من الحكاية. لكن هذه الحادثة أنا مثل ما عم بحكي لكم إياها حكيتها في مكتب الأمم المتحدة أو في لقاء مع السيد دي مستورة، اللي هو المبعوث الدولي للملف السوري، أسبق من السيد بدرسون، مبعوث الأمم المتحدة للملف السوري السابق قبل السيد غير بدرسون. حكيت له إياه، وبذاك الوقت بعد ما حكيت له إياه اللي حوالي كانوا يعني ما بعرف مين بتذكر، فمصدومين. وبعد ما طلعنا طبعا هو عم بيتعاملوا معي على أنه أنا عم بتحدث عن هاي الرواية، إذن أنا من طرف النظام، يعني عم بحاول أنقذ النظام بهكذا رواية. فكان في حالة صدمة. هيك بيتعاملوا معك لما بتحكي الحقيقة، غير مألوف أنه أنت تحكي، أنه أنت شخص تحكي الحقيقة. فلما طلعنا عم بيسألوني إنه شلون، قلت له أنا متأكدة من هذا الحادث، والسيد دي مستورة أنا عم بوضعه بين يديه، والسيدة نائبة المبعوث موجودة وأنا عم بوضع هاي حادثة بين يديه، لأنه الحقيقة هي المطلوب تكون. ما في إنجاز تغييري سياسي أخلاقي ما بني على باطل فهو باطل. لكن مع ذلك كنت عم بيسألني أحدهم إنه، قلت له شوف هذه الحقيقة وأنا أعلم إنه مش مطلوب الحقيقة، لا أحد ينشد الحقيقة. الحقيقة هي المقتول الأول، الشهيد الأول في هذه الوقائع. لكن أنا بنيتي عم بتحدث بحادثة أنا متأكدة هي جزء من صدمتي الثورية، هي جزء من ترددي في الاستمرار في خيار البقاء مع المعارضة السورية اللي تراكم على مراحل. وأنا ما بصنف حالي معارضة سورية رغم المدى الطويل اللي عملته في هذا المجال، أنا بصنف حالي مجتمع مدني لأسباب كتيرة يمكن نحكي شوي كل شيء فيها. فموضوع القاشوش أو موضوع مطرب الثورة هو شيء كان ملقى في يد الأمم المتحدة، وأكيد جلساتهم مسجلة، لكن ما حدا بده يتحرك بهذا الموضوع لأنه مش المطلوب هو الحقيقة. ومشان هيك أنا ما علقت على التقرير الأممي الصادر اللي صدر عن الموضوع مجازر الساحل. أولا لأنه القصة مش شوربة،
إنه إذا في 20-30 كلمة لصالحك وكلمة لصالح خصمك، أو 100 كلمة لصالح الحق وكلمة لصالح الضلال، هو صح أو هو بينحكى فيه. هذا الموضوع له قواعد قانونية، يعني ممكن تسرد كل السردية صح ب3 كلمات فقط بيقلبوا الميزان القانوني. تحتاج إلى مختصين في هذا النوع من القضاء بصفة مختصين حتى يعرفوا إمكانية إفلات الجنات من العقاب وفق الثغرات القانونية. مش القصة أنه أنا بحكي لكم سردية، هاي السردية بتنفع على السوشيال ميديا، أنه أدنت المجازر وتحدثت عن المروحة الواسعة، وبينفع نحطها حالة إعلامية للضغط على الرأي العام ولمنع أو محاولة أحكام لحظة الذهاب إلى عدالة انتقالية، بشك أنه يحصل هذا الأمر. لكن بالنهاية التقرير إذا كله 99% منه مكتوب لصالحك، وفي كلمة تخالف مسائل أو دساتير قانونية أو تمنح إمكانية للعب على القانون الدولي مثل القانون المحلي مثل القوانين الجنائية، فبيكون مخروق. لذلك لم أعقب إلا بطريقة أنه طالما هو قبل أن يبحثوا بالثغرات حاطين أشياء لصالح حكومة دمشق، وطالما الحالية المؤقتة، وطالما رحبوا، فلأنه هن ما بيرحبوا عشوائي، في أكيد إيحاءات. على كل المواضيع هاي أعقد من ذلك بكثير، والثغرة الصغيرة فيها تمكن أي جاني من الإفلات من العقاب. هذا ناهيك عن التسييس، وكان التقرير يحتوي على كثير من العبارات المسيسة والمسيسة لتقارير إنسانية. مفروض نطالب حاليا بهذا الوضع مطالبة سياسية أمر آخر، بعدالة إنسانية، بالبت إنسانيا في هذه المسألة، بالقانون الدولي الإنساني، بإعلان المنطقة الساحل منطقة منكوبة حسب ما حصل فيها، ومناطق كثيرة منكوبة في هذا البلد، سويدا منطقة منكوبة، في قضايا أعقد من ذلك بكثير. على كل حال خلينا بالحادثة الثانية. حادثة أخرى أنا رويتها، وأذكر أنه السيدة نائبة المبعوث كل احترام رجعت وراجعتني فيها وقالت لي طلع معك حق. الحادثة الأولى تبع المطرب لا، ما حدا راجعني فيها، بالعكس يعني الشك اعترى الجميع، رغم أنه كان غريب. أنا بالنسبة لي كان غريب شكه، الحادثة كانت معروفة، أنا سمعتها على الأقل من وائل حمادة ومن الشخص الثاني ماني أخذ إذنه، وائل الآن مانو موجود، وأنا تحدثت مع مجموعة من الأشخاص بهذا الأمر. هلا منجي إلى وائل حمادة والموضوع اللي أنا تحدثت فيه مع السيدة نائبة المبعوث ومع المبعوث، ما أذكر إذا كان مع السيدة أنا مرات عديدة كررته مع سيدة مستورة، ومن ثم بعده مع السيد بدرسون. لكن السيدة نائبة المبعوث راجعتني في الأمر، يعني عطتني بعدين إشارة أنه هن تابعوا الموضوع. حكيت عن الأربعة يلي هم قضوا في مركز توثيق الانتهاكات في دوما، اللي هي السيدة رزان زيتونة اللي كانت على رأس لجان التنسيق المحلية، السيد وائل حمادة زوجة، والسيدة سميرة خليل، والسيد ناظم حمادة. الأربعة اللي أنا كان مرسال اللي يجي لعنا من قبل رزان كمجموعة كان وائل، لأنه بتعرف هن كانوا بلجان التنسيق كان لهم كتير نشاطات. فهاي المجموعة عم بتحدث أنا وياها، قلت لها شوفي نظام يفعل ما يفعل وعنده كتير أفعال، لكن هذه الحادثة بالذات من أصدقاء إلي لن أذكر اسمهم اليوم لأنه بعضهم ما يزال على قيد الحياة، وأنا بعرف أنه هذه المسألة خطرة وبعرف وين موجودين، يعني أو هن في منهم كتير داخل الأراضي السورية ما له وقت فتح هذه الدفاتر. أنا على اطلاع بما حصل في دوما في ذاك الوقت، ومعلوماتي أنه اللي قام بهذا العمل هم شخصيات تتبع لجيش الإسلام، ولسبب أنه كان في خلاف على أنه رزان عم بتقوم بتوثيق انتهاكات النظام وجيش الإسلام معا، وهذا الموضوع مغضب الفصيل وفي تبعات. طبعا أنا اليوم ما بوارد أحكي لكم إياها لأنه كان في تدخلات بذاك الوقت، تدخلات على مستوى قطر ومن الفرنسا، وكان في تدخلات من أجل حمايتها من غضبة أو الغضبة التي ستقع عليها. يعني بالأخير طبعا اختفوا الشباب الأربعة، وكمان ما بدي أسرد السردة لأنه المفروض الآن تقوم لجان التفتيش والتحقيقات،
والعدالة الانتقالية بالكشف عن كل الوقائع والحقائق اللي صارت، لأنه هم يعني أنا ما بدي أقول المعلومات اللي عندي، لأنه المعلومة الأساسية الإبلاغ الأساسي أنه هن في عهدة جيش الإسلام لأسباب تتعلق بتوثيق الانتهاكات. الباقي آلية وكذا، رغم كان في كتير من الناس والأصدقاء الموجودين اللي بيقدروا يتحدثوا بهذا الموضوع. فهذا جانب أنا نقلته وقلت لكم بعد جلسة أو جلستين سيدة خولة مطر، وكان ما حدش لما كنت أحكيه كان ما حدش يعتبره أنه أنا عم بحكي ضروب خيال، وما بصير أصلا تحكي، لأنه أنت المفروض تخبي الحقيقة إذا في مصلحة سياسية. بس أنا ما بأمن بهذا الموضوع، أنا لا أؤمن هذا أنه الغاية تبرر الوسيلة. أنا بالعكس، لذلك قلت لكم كل تصرف فعلته عن قناعة مطلقة، ما عندي ولا تصرف إلا فعلته بعد دراسة وعن قناعة، لأنه كل تصرف فيه له بدل الحل أكثر من حل. في ضغوطات وفي قضايا بيقع فيها الإنسان، وفي محاربات بتوقع وابتزازات بتوقع الإنسان، ده صحيح، لكن أحيانا بالخيارات المهمة الحاسمة الاستراتيجية أنا ما بؤمن بالغاية تبرر الوسيلة على الإطلاق. فلما كنت أتحدث فهي راجعتني قالت لي طلع معك حق، طلع رزان فعلا الموضوع كذا. لا، أنا أتحدث بوقائع. أنتوا تروا أنه كلما انتقدت ما كان يحصل من 2011 ولغاية 2014 وتدخل التيارات الإسلاموية التي قامت بكل هذه المروحة من الارتكابات والجرائم المخفية، واللي كان في سهل طالما في خلاف سياسي مع النظام الصاقة جميعا كلها بالنظام السابق، مع أنه أنت بالأخير أنا ناشط مدني أنشد العدالة، لا أنشد الأغراض السياسية للقوى المتصارعة، أنا أنشد العدالة. ولما بصير بنشد السياسة لما بصير بدي أحمي فئات مستضعفة من المجتمع بمنطق الإنساني، لما بعرف أنه الفريق اللي بده يجي للسلطة بده يقوم بذبح وقتل الناس والتطهير العرقي لهم، لأنه عندي مروحة طويلة عمري. هذه المسألة الحقيقة ليس من حق أحد أن يغيبها. مسائل كتير معقدة وقضايا، وقد تكون سردية طويلة. أنا تعبت وما بدي تعبكن معي في سردة طويلة نحكي فيها، وفي أسرار كتير وخفايا. وطالما اليوم الشيء اللي أنا حكيته بالوقت اللي اتهمت فيه، أنه أنا عندما أتحدث بهذه الرواية اتهمت فيه بأني أنا أطعن الحالة الثورية وأعمل لصالح النظام في ذاك الوقت، وطبعا هي وشغلات تانية. اليوم صارت الناس عم تحكي فيه كواقع، ويومتها كان أسهل شيء أنك تكذب وأنت معك هذا الإعلام اللي مشترك بفبركة هذه الوقائع، واللي هو نفسه كان يجيب المراسلين ويدربهم بفبركة هذه الحكاية. يتبع. إلى اللقاء.